أثارت مشاهد دخول مشجعة كرواتية الملعب وقيامها بحركات مثير لجذب انتباه الرجال لها بالمدرجات مواقع التواصل. وفي لقطة جنونية من مشجعة كرواتي تقوم بفعل فاضح وصادم أمام الجمهور في مونديال قطر. وحظي المشاهد على اهتمام شديد من الجمهور أثناء متابعة المباراة، وتم تداول فيديو لمشجعة كرواتية انتهكت المحظور في مونديال قطر بعد ارتدائها لباسا فاضحا وقيامها بالصعود والنزول بجانب الرجال على الدرج لجذب الانتباه لها. وكان ذلك خلال مباراة كرواتيا وبلجيكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي وبلوغ كرواتيا دور 16 النهائي. وقد شهدت المدرجات بين المشجعات مشاهد إثارة أكثر من أحداث المباراة. تصدر فيديو مغدالينا كيسك، وهي الموديل الكرواتي التي ألهبت حماس الجماهير بمشاهد فاضح. بدأت محركات البحث الضجيج حول فيديو دخول المشجعة الكرواتية للمدرجات، فقد سبق وأن أثارت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول الجدل بظهورها في لباس فاضح بمباريات كأس العالم في قطر. جذبت كرواتية أخرى أنظار جمهور المونديال، وهي الموديل مغدالينا كيسك. قد ظهرت مغدالينا كيسك وهي تتجول على سلم المدرج وترمقها عيون المشجعين. وكيف لهذه الفتاة تسير بين الرجال كاشف جزء كبير من بطنها وصدرها فضلا عن مؤخرتها. وقد قالت مغدالينا لوكالة رابتلي إنها منذ دخولها إلى المدرجات الخاصة بالمشجعين في مونديال قطر، والكثير من الرجال العرب يتهافتون عليها يطلبون التقاط صورة معها أكثر من 100 مرة كل يوم. وتعتبر لقطة دخول مشجعة الكرواتية الموديل مغدالينا كيستش هي الأجرأ، فقد رصدت الكاميرات قيامها بحركات مثيرة في مشيتها فضلا عن ملابسها الفاضح، والتي حاولت جذب الأنظار لها وقد نجحت. طالب العديد من السلطات القطرية ترحيل مشجعه كرواتيا مغدالينا كيسكيتش بعد إثارتها للجدل أثناء دخولها المدرجات في قطر، وكذا ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، والتي سبق وأن لفتت الأنظار لها بعد أن ارتدت فستانا مصمما بعلم بلادها خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا بسبب مخالفتها قواعد اللبس التي وضعها مونديال قطر. وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في الدولة القطرية القبض على كلا من إيفانا نول ومغدالينا كيسكيتش بتهمة عدم احترام التقاليد لدولة قطر.